كيرن سأيوب. السلام عليكم. حسام تنسيتنا يوم 10 مايو سنة كل 1010 جمعة توق اليوم لدى الأخبار اللي أقرأ لكم كسل فرس أخبار أجيال حرية تعرف لها الله سهام حرية تقل الشاف وكم وجب شرحام سبسلتت علامة وبيا تلفزيون محبر قدسان مني عدم اهتمام دول أوروبا فانا لاجين البحر المتوسط لا زيد لعبير السفار سمت الحكم تفاصيل تلال لكم اللي إذن هلا جال الحرية اندت بهلال الدفع أو السنين دفهمام تغيير إقل تقبل هلا ندال مجتمعهم لتفرق أبو كهلات إقل ورسوكم بوم تشرحام جيب داخل وطن للو مواطنين مناسبة 4 مايو تحالف ورسائل إلا حديث أقمام لقل الحرية للدفع والقالي ولا تحلف تحدي سنين دفهمام اتاقل حرية امان قبلها لندال اند شاركو كما اقل امصوت حرية اند بهالات مدت ندال كفح مثال لا اقل حرية اهدافهم اقل حددوكم بوجبهم فانوهم لمواطنين ذكرى 3 سنة استقلال ارتياح كما قدمها على سنوات اللي ضد بناء وتعمير لا مواطنين لقاتل لسجن للجي ودي العبوديات للنبر حكم جايري قل الدرجة قبلها لندال اقل حرية امان اقل تحابروا واللي حشم اتمشنقل شعب اريتريا باقل هلا لسدو من اكي ودا يوم يقول لي الجمولات فاقدون اللي لذات حرية يقول لي الدور اكي فرد لتفرد ديبو اجال حريته كما حكم جاير لحشم شعبيات لتمنايا لهم يقول لي لبهم ديباب دستور وعدل لتحكم اريتريا تقبي ندال شاركوتهم لتحمد وكاي كنتم داشروا كلهم إريتريين حتى إذن دقبوا مرات شعبهم قلت مو فينا قربة الطم سبسلتك إعلام أتوبيا مثل أرثوذكس بيت كستان أتوبيا علاقة لبو تلفزيون إقل دولو برنامجاتو قليلين شارك منعو تأمرام سبسلتك إعلام أتوبيا لقرار اللي لنسو لا تلفزيون مؤمنين دفناتي ولا لا تبئس قدوس سيندوس دعوات نشر دهلا كم سلت منع شرحام سبسلتك إعلام أتوبيا تلوف قرو شرح قدم الله للتلفزيون محبر قدوسان للدالة مواد قدمكم على واللي لسبسلطة تابعوكم على وندشروم من إلا وحر لكن اتات قبت بيت كستان اندقبو أجندات خارجي قل انشرى للحزب الطاسات قل السمح لهم كم يكون حبروم لسبسلطة علام اندات لو نسول القرار يقول سبب لقدر مشكلة من ما تتفهمهم لجنتنا يدنقوا بقرار سكنسي رخصتنا إلى التلفزيون يقول دولو جمدت كمهليت وضحوهم سبسلطة وسائل إعلام ووزارة الدفاع توبيام وسائل إعلام سياسيين وناشطين أمن وطن اتبقوت لكاري التوعيات يبدو كراهيات منو قل الدقوقون ده الحذرات عن حمتهم افنتيت إعلام الوقت اللي مسؤولية عند أجرسا واجب قل لقناة هليت أولو للي بالسبسطة إعلام توبيام مشاكل قبائل وخلاف سياسات للأساورود آيات إبو كرايات جرائم كمتو عند الحبرو عن حامتوم
إيطاليا نشتا برا من حكومات لا تنمحابر الذي بحر المتوسط ما يطول له لاجين سبب قيمة حسار دول أوروبا كمتو أتعقبايام لما حابر طالع أفقرايا الشرح دول أوروبا بسبت لا قضية لاجين لتبعها لله خاطر السياسات دي بحر المتوسط بزحام لاجين فنكم اللي حبرايام دول أوروبا مسألة لجوء لتبعه لله أسلوب سقايا لما حابر عمليات تفتيش ودحن إجل للتورم دحنا إلى قبل لجوء تنتم بقول صادفهم للي تلاجين إجل تأكشف قد خطوة إجل لنسا أتفاق دايم برا من حكومات لا تنمحابر حكومات أوروبا من مراقبة ومتابعة حدودا ليتحلف سياسة مننا اندحل فيام ادحنا إلى لاجين إجل فكرة ليتنزمت قبل سبتة لاجين مننا اندازميام رحمة وإنسانية إجل ودايم لسبب اللجوء قابلها الحروبات حقلان وبعد مشاكل إنسانية أقلو حلول إجل ودايا اتفاق لها الشرح قدات اللايام اتحاد أوروبا من أقدام بحور شمال أفريقيا لتبقى أمواج لاجين إجل الأكرا لتتبع سياسة إجل لحسن لتتقدم التولي كان ده زيد من إكمالاتهم سروم سب سلطتنا إلى اتحاد سب سلطة حكومة ليبيا مثلا هنا حشمت وشبكة تجار البشر شكوات تقدمت محاكم الجرائم بعد تحكمها لتأمر اتحاد أوروبا عذابنا إلى ليبيا للولاجين شارك هلاند تيلات أمنيستي انترناشنال كل دولة تتعقب سان حتى اتحاد أوروبا أقول حكومة ليبيا ودي بليبيا للو مسلحين حشمت ملايين يورو اندي دافعام آلاف لاجين اتبحر المتوسط اندي تثبتو اسك ليبيا أقول ندابلو أقول لتعذبو لتعاونا كملا أمنيستي انترناشنال اندي تتعقب سان حتى حيثما تنسيت كرن سيوب يقول يوم لدى الأخبار دي بالله تامم هلام مثل كرن سيوب تلي لكم حيثما تنسيتنا يوم إسراء وسس مايو سنة كل 2023 جمعتهم كتلنا يوم برنامجنا كلوت موجود طبعا ما تعمكم لنا سلف بيان الهيئة الوطنية لمقامة الدكتاتورية مناسبة إسراء 4 مايو هلا مودنا بحيث سلطة وحدة الشعب الإريتري سبب خطر اتحنتلت بلاريس ملهينا عادل صالح مثل دكتور جلال الدين محمد صالح لو ده مقابلة كالا كفال متابعتكم شاركتكم بلنسي بيان الهيئة الوطنية إقل نامبت كيرن سأيوب بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة الوطنية الأريترية لمقاومة الدكتاتورية بيان بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. جماهير شعبنا الأريتري المناضل تهنئ الهيئة الوطنية الأريترية لمقاومة الدكتاتورية الشعب الأريتري بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال الوطني المجيد، والذي تحقق بعد كفاح طويل دام 3 عقود متواصلة من الكفاح المسلح قدم فيها الشعب الأريتري خيرة أبنائه وبناته مهرا لنيل استقلاله الذي سرق منه بمؤامرة دولية.
وبمجرد أطلق الشهيد حامد إدريس عواتي أول رصاصة في مسيرة الكفاح المسلح، هبت جموع الشعب الإريتري لنصرة ثورته وبذل القال والنفيس لتثبت أركانها لتتحول إلى أمانة تتوارثها الأجيال لتحقيق الغاية المنشودة، إلا وهي استغلال كامل التراب الإريتري من براسل الاحتلال الأثيوبي الغاشم، والعيش بحرية وسلام تحت سماء الوطن الغالي جنبا إلى جنب في جو تسوده العدالة والمساواة. احتفل الشعب الإريتري في كل بقاع الأرض ورقص وغنى طربا بالنصر الساحق، وما أن بدأت معالم الحرية تلوح في سماء أريتريا حتى تفاجأ الشعب بحكم ديكتاتوري متطرف يخدم مصالح مجموعة ضيقة برئاسة زعيم العصابة، ومعه تبددت كل محاولات الإصلاح وتحولت أريتريا إلى سجن كبير تكمم فيه الأفواه ويختطف فيه علماء الدين ويسجن فيه الشرفاء ويحكم فيه السفهاء وتصادر فيه الممتلكات وتنتهك فيه الحرمات ويطرد فيه الشباب حتى سئم الشباب العيش وأثر الهروب سيرا على الأقدام بحثا عن ملاذ آمن تسود فيه أجواء الحرية والسلام. فروا إلى دول الجوار وبلدان أخرى بعيدة، تعرضوا خلال رحلتهم للكثير من المخاطر كتجارة البشر في سوق النخاسة والاعتقالات وحتى أسماك القرش في البحر الأبيض لم ترحم بؤسهم. برغم ذلك لم تتوقف ظاهرة الهروب الجماعي من الوطن هربا من جحيم عصابة لا ترحم. هذه الممارسات الإجرامية أثرت في نفوس بعض الناس حتى وصل بهم الأمر للامتناع عن الاحتفال بهذه المناسبة المجيدة، والتي تعتبر من الثوابت الوطنية التي لا جدال فيها لم ولن نسمح لعصابة أفورقي بزرع الشك في أهمية هذه اليوم الذي يعتبر من أيام الشعب الإريتري الخالدة، يوم نحتفل فيه ببطولاتنا التي سطرت بأحرف من نور في صفحات التاريخ، بل العكس، علينا أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن وحدتنا التي كانت سببا في الحفاظ على وحدة التراب الإريتري وطرد المحتل بعد مسيرة 30 عاما من التضحيات، وأن نجدد العزم على مواصلة الكفاح من أجل الحرية التي لم تتحقق بعد. نعم، مسيرة أخرى من أجل تحقيق الحرية التي سرقت مننا من قبل عصابة أفورقي الغاشمة، مسيرة تؤكد لكل ظالم إننا لن نتنازل عن الحلم الذي بدأوه الأجداد بمسيرات سلمية داخل المدن والقرى، وتبعته مسيرة أخرى لنفس الهدف كانت من جبل أدال عام 1961 ثم استمرت حتى وصلت داخل أسمرة، وذلك في عام 2013 من قمة جبل فورتو، لنثبت لكل المشككين إننا عازمون على مواصلة مسيرة هذا حتى تحقيق الغاية المنشودة. وبهذه المناسبة ندعو كل الأطراف المعنية بتقديم المصلحة الوطنية ووحدة العمل والصف وترك الخلافات الجانبية لإسقاط عصابة أفورقي وتقديمها للمحاكمة لإحقاق العدل ورد المظالم. كما ندعو أبناء وبنات الشعب الإريتري البطل الالتفاف حول مؤسساته وكياناته التي وجدت من أجلهم، والابتعاد عن الفرقة والخلافات الجانبية، والتركيز على كل ما يخدم وحدة الصف ونبذ الفرقة. ختاما، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الحرية لمعتقلي الرأي والضمير، الخزي والعار للعصابة الحاكمة، الهيئة الوطنية الأريترية لمقاومة الدكتاتورية، 24 مايو آيار 2023. وشكرا. إريتريا
ولا كحيتافنا
ألبابنا كفاتو أرويناكي من دمنا أباتو أرويناكي من دمنا بيدي ولا قحيدا فنا أباتو أرويناكي من دمنا بيدي شباب قحيدا فنا أباتو أرويناكي من دمنا بيدي شباب قحيدا فنا كيرن سأيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيسامة تنسيتنا حجكنا مثل البروف جلال الدين محمد صالح نوديها لنا تكالايكو فالق التلاليتو طبعا كملا أمرو استلان فنقح الخميس مثلا يوم 24/5 عمل استقلالنا إريتريا قلت تقبأتو وأتلا هي ذات حنا قلنا حاسبت وقلنا حاسبت مي حاسلة ومقبأ فلا هجيكنا إن شاء الله فاي حتى قلت تقبأتو إن شاء الله الدكتور جلال لتحمل لنا. مرحبا دكتور جلال. مرحبا. جميل. طبعا لعنواننا هجيكنا كما بأنه بحيثنا سلطة لسببه وحدة الشعب الإريتري لسببه خطر. يعني بعربي احتكارنا سلطان كله اللي بينا فسرناه كفسركاه قال لك حتى يقصر كاني فبحيثنا سلطة دي بشعب إريتريا دي بوحدتنا شعب إريتريا لو وديه خطر أو كمان لسببه خطر. طبعا دكتورنا جلال احنا يعني كمسلمين دي بإريتريا دي بلا سلطة دي بلا أزله ليت حكومتي هليتني وبدير ما كمان دي فترة من فترتنا ناي ثورة لواسناها دي ثورة فترتنا جب الشعبية أسك فترتنا الثمانينات دحن على المسلمين دي سلطة على سلطة عسكرية دي بعلو من هي خلاص انتهوا. فاسكي أول حاجة قلنا فسرنا حزلنا علميا يعني ميت حالتنا مسلمين لكن الحرلة ترفض بدي بمشاركتهم دي بسلطة القباب دي بفترتنا ثورة من فترتنا ستينات هتوم العلو دي بوقت بنهم ونبليهم نفري على ديبان لساحة يعني فترتنا ستينات ميت الحرر بلستهم تاريخته لكن تاريخ هذا احنا بلو تبيرون من ناحية علمية اسكي شوية دي بالله يعني ممكن تنكف قلنا بالله احنا 30 سنة استقلالنا إريتريا ديبو نواصلنا استقلالنا إريتريا كل شعب مثل حدة شاركة ديبود فميتة لسبب سلطة دي بثورة ثورة لأبتدى بقدر ربي مسلمين تو لأنه كل شيء قبل الدنيا زمن بقوا ديبوا الأبتدى وأكان بقوا من نال أبتدى بقدر مقصد بالك القدر وضعهم في هذا المكان ربي بالأكان كريم يعني لظروفته دي بالأكان لك يعني إنه قدرهم في الحياة إنه هم عشان يكونوا في الصف الأمامي في القطاع لأنه مبدأ استقلال إريتريا لليبل كعقيدة يقول رفعه أصلا استقلال إريتريا دولة السودان إتقيس
ودي إثيوبيا تتحابر للي مسلمين تم رفعوا بالتحديد الرابطة الإسلامية رفعت. أنا زي لباز حد يموت هذه عندي يكون من مسيحيين ما قلع علم، لكن مسيحيين قريبا يكون لأنه مسيحيين كلمة عامة، مسيحيين تقرأ له، مسيحيين ما نسعى له، ومسيحيين بلين مرتفعات. أيوة التعبير الدقيق مسيحيين تقرينيا أكسوم، الأكسومايز بيبل اللي حضارة أكسوم للأنتمو مسيحيين مرتفعاتنا إريتريا من بالله. أيوة أو مسيحيين مرتفعاتنا إريتريا أو تقرينيا بالتحديد. اللهم لبزح منه سبت لكنيسة بيلتو وسبت حزب أندنت بيليو ديب إثيوبيا نحابر إريتريا بيلو لا إلا يودل بيلا لمسلمين تو ومسلم قلي من مسيحيين مرتفعات الله. عشان كده لو مسلمين ربي ديب أف مدفع كريو كده ربي ديب أف مدفع كريو مشوار ألبوم قبي ألبوم إنبل إلا قبي إريتريا إثيوبيا جيس والسودان جيس بيلو فسورته شعب إريتريا مكافلة يدي بالله سلطة كافلة لأنه مسيحيين تقرين دي مرتفعات سلطة نركب يكون سلطتنا مثل إثيوبيا بيلو وسلطتها يبقون بيلو يوم هاي لسلاس وأنتم قبقوا حكام لعب وأنتم قبقوا سادات لعب بيلو يوم وهتوم إلا حرو وأسك هاي لسلاس جيسو ولا سب هي سلطة لتكلأ أو ربع سلطة لتهيابة بيلا إريتريا ناي سبعاتا سبعة الحكمة بكل سلطته ينسمع وينرئ ويندفع قرناق النقاس متبيلة وفقرة وثورة ودا سنة 1961 جبهة تحرير إريتريا بقيادة حامد إدريس عوادي وقال له ثورة ودا ثورة ناي مسلمين تتبهلت من جوا أرادوا المسلمين ندى ومسلمين شردوا وكذا فقروا لكن المسلمين بيلوا احنا لثورتنا ثورة كله بالتقبع اللهم حونا من تقرينيا مثل امبراطور لبطرو قلت بقصد يبنى بأم واحنا ما قلنا اقنعهم بنا ولا ثورتكم تقني بدلهم بنا قلت حاضرت نبيلو كا إلا يتقبيني بينهم إذا كان حنا مسلمين حنا بيننا. طيب من هو ده بيلو ثورة يتقدمني وقدم يتقيس حزب تقدمي يقيد يا من قبل. طيب ما انتو حزب تقدمي لقود ده بيلو لشيوعيون في العالم التم قبل ثورة حزب قليدو بيلو يعني حزب قليدو بالسبب اللي حزب العمل كون دي جبهة تحرير إريتريا وحزب العمل جبهة تحرير قودة دي بسوى فترة حزب العمل كون دي جبهة تحرير دكتور تيناتو تقريبا يعني أنا الورقات يا ليت دي لكن تودي القاهرة تكون قال أفراد وحرة دي بخرطوم تأسس والحزب الشيوعي السوداني لتأسيسه حضرة
اللي حزب اللي بحب وبسر سر وأوري الأمرون دي الأمرون من مقاتلين ومجندين جبهة التحرير إقلاع تعطى جبهة التحرير إقلاع تعطى وسنة 74 امبراطور الوطا وقدام ثورة ديب اللي حاولت تقرينيا ديب ثورة مصعو اللي حزب اللي قدام اتكلا كفلين رجعيين وتقدميين دي بداخل جبهة التحرير تلي دي بداخل جبهة التحرير دي قلنا مقاتلين قلنا مقاتلين وقلنا قيادات وقلنا جنود اتكلا فانتريون فنتار أورو تقدميت بينا وفنتار أورو رجعيت بينا أد حاريا يقول تقريبا ما عارف ما أد حرحرتي أد حرحرتي أد حرحرتي أيوة الرجعيين حر قبلوتهم سبحرتهم سبحار أيوة قدم لينا السعود طيب لهم الرجعيين تقولون اللي يكون منتم الرجعيين نقول لهم اللينا التصنيفهم طبعا إسلامي أنا اللي بلي والسلي وسيم والدين طبق وإيمان نبل واللي إسلاميته واللي مسيحيته البل وقدام الديانة تلاكيا اللي رجعيته وقبيلة أنا وشعب إريتريا قبائلته وعادات وتقاليد للبل وعاداته وتقاليده دي حرس أرض ودي ملكية أرض وبولا قالب اللي رجعيته وثورت اللي مرح قلبوني وجفر اللي بقوا اللي تمرح بقوا ويمين شمال بيلا من جبيني وأبيكو بيلا من جبيني قل السجن بقوا قل احتقوا وقل اتحبس بقوا بيه لما ده ناس نوصمنا مسلمين تام المسلمين نوصم وآثار قبوا عثمان صالح سبي مثل إدريس قلايدوس دي مشاكل أكثر وإدريس قلايدوس يساريت من حزب وعثمان رجعيته عثمان قل رجعيته لأن عثمان لبل على الحضارة الإسلامية وإريتريا تتكون من مسلمين ومسيحيين لبها يعني عثمان صالح سبب بالنسبة للكراغلايدوس رجعيته وصراع قبل أديب إلي وعبد الله إدريس اللي بلدي بكتابه أدواء على جبهة تحرير إريتريا لبل غربية وشرقية اللي كل أوت مصطلح لها مساعدة بثورة إدريس قلايدوس اللي كل اللي أنا نقل اللي بدو مازي انتبه الكاهو يقبلوني أنا أنقلها اللي عبد الله إدريس وعبد الله إدريس عضو حزب شيوعي الحزب شيوعي يعني حزب العمل تلا لا حزب العمل ورا عبد الله إدريس وورا منهم أحمد ناصر وورا منهم قلايدوس وورا منهم حروي تدلبايدوت وورا منهم إبراهيم قنمتو وورا منهم فلان وفلانتو إلا كلهم حزبتهم وفنجة عثمان ولا قيادة إلا مشاكل وحزازات قانطة
وعثمان من جبهة التحرير الإريترية تكفل كقوات التحرير الشعبية. عثمان قوات التحرير الشعبية والودا من أجل يتعدوا سبح الجيجو مسلم اندت قامة ودا وسبح الجيجو لأجل الثورات لعلو القيادات جبهة آثرتنا مؤتمر أدوبحة ديبو واعتقلتنا وأجني سمهر أقلوم حزيت وأكي بداي وديتهم لبلو وقيا جبهة التحرير تبل سلطتنا جبهة التحرير إتريا مرة ديبا وأبوق الاسموعة وجبهت من واجبة سلطتك التفرد الثلاث مرة ضيبة لا تمرضوا وتمردوا تمرد حصل يعني بالدال. نعم دكتور. اسكدي بلا نقطة الله شوية كمان بعد التواريخ لمقاتلين دي بلا فترة لها على ولا شروحوا إلا المناطق الثالثة والرابعة والخامسة طبعا وحدة وادي معلو الوحدة الثلاثية تتبحر على فترة فترتنا سنة 68. فنتيجتنا إلا وحدة الله طبعا انتصاراتنا معارك بزح على دي بفترتنا 68 بداية 69 انتصارات بزح على اللي كرا معاركنا كرا قم هلونا دي بسمهر العالم منه كم شرح كمان لما المنطقة الأولى والثانية للمقاتلين مرة واحدة بوحدة لا نادوا على لازم وحدة جنيدة بنا مثل كلنا مثل وبالتالي ضغوطات قبل بدأ قيادتنا الوحدة المنطقة الأولى والثانية واتفاق قبل بأروتا اللي اتفاق ذات 68 منه 69 مؤتمر اللي ودي هي لقيادة دي اتفاق اللي تحررت ودي بالمؤتمرنا أروتا اللي دبا عثمان سبح ولو عزلوه من اللي هو اللجنة التحديدية قال مؤتمر قابت لعلت قال اللجنة التحديدية كمان جمدوا من شغله وقال له قيادة 38 نفر دي بحر ويام العلو من ضمن من الأعداء الوحدة الثلاثية 6 نفر رفضوا وقال اللي ده وقال اللي قرارات اللي جيبوها ورفضوا 6 نفر سجنوا حكاية بتاع السنة اللي قبل سجنوا من ضمنهم عبد القادر حمدان صالح كيكيا طاهر شهابي وجاسين عجال اللي بهالورو أحمد شنيت اللي بهالورو محمد سعيد ورو أحمد شعبان ومحمد سعيد شنيت اللهم جماعات لهم سنة اللي قبل تأثروا فمن إلا فترة مسلمين دي بكل أقم معاولة بهالحقوها فإلا كنا الحادثة اللي حصلت احنا منا مقاتلين دي بفترة لها لحضروا اللي دقوا ما حكايتها. تفضل دكتورنا. المهم اللي رودا قامك حصلة ولا همس أيوة همسوا المسلمين التثورت فينجيهم صراع أتى صراع مناطقي مناطق أتى سمهر وبركة وساحل قبل أيوة لهم 6 نفر لهم كلهم ولا سمهرتهم العالم أيوة لكن لا مشكلة أكبر من لقبل سمهر جزء منها مناطقيا سب ساحل مشكلة على اليوم في تقسيم المناطق مثل حامد مثل عمر إزاز لأنه ساحل وسبحيد أور ناس الأذية وسمهر مثل أجنيد قاش وبركة وكرن وزنعيد مشاكل اللي كل اللي بحد
تحابرة ولا مسلمين اتكل إكفر. قوات التحرير الشعبية فقرت، وقوات التحرير الشعبية دول فقرت حزب شورع تكون ديبا لشورعيين أجنيت مسلمين. إنه يجب التحرير ده يكفي بقوات التحرير الشعبية دائما. شعبية الشيوعيين حزب الشعب الثوري تأسس. بادوري بالكتابه لمؤتمرنا الحزب دول قبقى اتسميت لحزب تهاجينا وتناقشنا قلبنا بيلا الحزب الشيوعي الإريتري نسميه بيلا وقال بيلا يا جماعة إلا كلمة شيوعي قدام قد أتأبيدنا لجنود سمعوا من قلبي فانقح ولا شعب سمعوا من قلبي فانقح قل لي بيناته ولا حزبنا أنا حزب سريته حزب شيوعي ينسميون سميت عندنا اسم حزب بادوري بيلا سميت فتشنا تسميت الحزب الشيوعي حزبنا فيتنام هو شملنا لأسسيو بسميت حزب الشعب الثوري نا فيتنام. أقول لك أنا تيمنا بهوشمنا الزعيم هوشمنا البادوري وحزب الشعب الثوري الديمقراطي سميناه. اللهم في داخل قوات التحرير الشعبية من عدوهم المتخلف الرجعي هذا حالي منتو نفس الداخل جبهة التحرير لعلو لو للسلو ولا زيبوه مسلمين احنا نبدوه وما عارف وتعالينا حزب لرفضه وطبطم لرجعين يقول لهم مسلمين ترنيف وده وقوات التحرير الشعبية سقطوا ومسلمين فنجا كرات حزب فرتق أو بدل ما ثورتهم للقوة سلطتهم اللي أيوة كل قوة حزب شيوعي هتهم خربطوه صحيح المسلمين مشاكل وقال له تخلفات بقوم لكن لهم كل قوة حزب ثبت كل المسلمين بالذات سليمان المتدين هتهم سلطوا ككرن أثبتوا إدريس سيد قد جدا قابلكو ودق مقليه وبيليني ثورت من إيدينا الأفقرية اللهم شيوعيته وأمانه كلهم كل واحد حزب العمل وحزب الشعب الثوري الديمقراطي أيوة طبعا وكلهم مسلمين تمسبهم كلهم مسلمين كذا احنا قلنا سياسة نحمل لنا دكتور أساس يعني مشروع على مشروع ثابت أنا يعني ديكتاتورتم بالديكور ها سبب رئيسي يكون أساس لا تهرد اللومته وأساس لا تهرد عثمان سبيته أساس أستفيد وناس قدموا حقوا مثل هلا بعربي اللي بال إذا ترافتت الحمير فيا بخت الركاب إلا والتحرير الشعبية أسسوا وحزب شيوعيته في داخل قوات التحرير الشعبية لا وحزب شيوعيته في داخل جبهة التحرير الإريترية لا ولا يمكن حزب قرار حرب أهلية أفغان من ابتدأوا نوصل الأمر حزب الشعب لبي جبهة التحرير ابتدت حرب أهلية وجبهة التحرير بقيادة حزب العمل اللي بلو قوات التحرير الشعبية بحزب الشعب ابتدت وحرب أهلية قنصة انت تأمرك نتقام يكون أزيد وكل فنجة مسلمين تلعنت
ولا قوة دبلة المسلمين تملغوا وذا بكلية ارتجاع مثل الحزب الشيوعي تعبئة لودوق الشعب وتعبئة لمقاتلين لودوا ودي بحب إسات لولعوا اللهم كل أوت حزبتهم واللهم قوات عليه الشعبية حرام مثل كرأسيات اتفقوا أسياس سلفنا النتعة كروتو مسفر حقوس وهتومان بالعلاء مسيحيين مظلومين لو ندبيلا سلفنا نتوى وورقته أمرتها نحن على منات نحن وأهداف حرام مثل لهم قوات تعديل شعبية أتوا مسلم وحدا وعدوغا قد يبلع الحزب الشيوعي يكون هتو شيوعي علاني هتو سياس يعني اللي حدف لنا يعني شيوعي علاني ما شيوعي لكن قل شيوعينا قل سعن شيوعنا بينا يوم وأتأثرهم واتفوق يوم ودو الحزب مساء السك امبراطور وقع حقه 75 مطر حقه اسمان سالة سبب ميدان مطر مثل ولد أب ولد مريم دي بقوات التحرير الشعبية وعرض عسكري ودو كله بتقرينيا ما في عربي عثمان من ميدان فقرة أول ما السودان أتى يهو ثورة من إذا فقرة بيلا ولازم جبهة التحرير وقوات التحرير اتحدوا دي بحث واتفاقية الخرطوم دي بقى تمثل جبهة التحرير اتفاقية الخرطوم دول أتى قيادة قوات التحرير الشعبية مكونة من إبراهيم عافا رمضان محمد نور الأمين محمد سعيد علي سيد عبد الله كل أجنة سحر وأجنة حرقيكو مثل أسياس النقب أو كل عثمان وجماعته يمثلونان بيلو وبيان أصدروا محمد سعيد ناود وعثمان سالح سيد ما كانوا يسمونهم البعثة الخارجية لقوات التحرير الشعبية ويتمثلنان بيلو وكذا أصدروا ومؤتمرهم ودوا وسميتهم غيروا الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا سميت عثمان كذا انفضل حزب العمل في داخل جبهة تحرير إريتريا قل عثمان سالح سبب بيلو إن توحد مثل كاني لأنه انت حتى الأبكاني وما تمثل أحد في الميدان قوات جماعتك أبوك بيلو عثمان بيلو انتم وحدكم من قبل أنا أتقراكم لأنه عثمان أمره توم وتوم بروت حزب توم يتوحدون حقول لعثمان مودة جيش قوات التحرير الشعبية أسسها دي بحشنت معسكرة ودنا الشيوعي ليقب من جبهة تحرير إريتريا ومن قوات التحرير الشعبية دي بحشنت وجنود جديد مطعوا وقوات التحرير الشعبية كونوا وحزب البعث العربي الاشتراكي تبع العراق مثل تحالف لا جديدات هاي حقوا إن حزب البعث العربي الاشتراكي وعثمان اختلفوا كلبعثين قل عثمان انقلاب ودود ككذا دي بلا قلنا بترتب بروف جلال تسالت كفار قلنا حلفتو لكن قدموا طبعا حتى شوية قل كمان قل تاريخ قلنا تكرر ويجبنا دبا أولا كفارنا بيركم من مسيحيين أو من مرتفعات
أقل السياسة لا لا بقولوا بزحام هلو كلهم نقولوا سمعوا بس هلو ففعلا أنا وقتها أتذكركم وزير المالية السيد أو المناضل البرهان أبرهي منا لا لا بيروتو منا كمان مناظرة قلبه منه السياسة بالتلفزيون إريتريا وأنه تو رئيس شرعكم سليكون مناظرتكم سلا قلبك كبيلي مباشرة وتدي بكتاب هلا وكمان فيديو هلا إن شاء الله ممكن لترى وبالله يحق أول الناس اللي كانت قويت. نعم. جميل. فأشواق المظاهر شكرا جزيلا بروف جلال ساسا كفال قلنا حلفته حيثم تنسيتنا مثل البروفيسور جلال الدين صالح وديال هلينا هجيك ساسا كفال دي بقلنا حلفته قال كفال دي بالأخر وسام لنا. السلام عليكم. كيرن سأيوب هاي تمت تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم. اللي أذل هلا جالق الحرية إن بهلال الدفع أو السنين دفهمام تغيير إقل تقبل هلا ندال مجتمعهم لتفرق أبو كهلات إقل ورسوكم بوم شرحام جد داخل الوطن للو مواطنين مناسبة 4 مايو تحالف ورسائل إلا حديث أقمام لقل الحرية للدفع والقالي ولا تحلف تحدي سنين دفهمام اتقل الحرية أمان قبل هلا ندال إن شاركوا كما أقل أمسوت حرية إن تبهلات مدة ندال كفح مثال لا أقل الحرية أهدافهم أقل حددوكم بوجبهم فانوم لمواطنين ذكرى 33 سنة استقلال إريتريا كما قدمها على سنوات اللي ضد بناء وتعمير لا مواطنين لقاتل لسجن للجي ودي العبودية لنبر حكم جايري قل الدرجة قبل هلا ندال أقل حرية أمان أقل تحابروا واللي حشم اتمشنقل شعب إريتريا باقل هلا لسدو من أكي ودا يوم أقل الجمع والأطفاق دوم اللي لذات حرية أقل الدور أكي فرد لتفرد ديبو أجال حريته كما حكم جاير لحشم شعبيات لتمنايا ألوم أقل لبهم ديباب دستور وعدل لتحكم إريتريا تقبي ندال شاركوتهم لتحمد وقايكم تندشروا كلهم إريتريين حتى إذن دقبوا مرات شعبهم قلت مو فينا قربة التوم سلطة إعلام أثيوبيا مثل أرثوذكس بيت كستان أثيوبيا علاقة لبو تلفزيون إقل دولو برنامجاتو قليلين شارك منعو تأمرام سلطة إعلام أثيوبيا لقرار اللي لنسو لا تلفزيون مؤمنين دفناتي ولا لا تبئس بقدوس سيندوس دعوات نشر دهلا كم سلط منعات شرحام سلطة إعلام أثيوبيا تلوف قرو شرح قدم الله للتلفزيون محبر قدوسان للدالة موادع قدم كمعلا واللي لسبسلطة تابعوكم على وندشروم من إلا وحر لكن اتات قبت بيت كستان اندقبو أجندات خارجي قل انشرى للحزب باباسات قل السمح لهم كم يكون حبروم لسبسلطة علام اندات لو نسول القرار يقول سبب لقدر مشكلة من ما تتفهمهم لجنتنا يدنقوا بقرار سكنسي رخصتنا إلى التلفزيون يقول دولو جمدت كمهليت وضحوهم سلطة وسائل إعلام ووزارة الدفاع توبيام وسائل إعلام سياسيين وناشطين أمن وطن اتبقوت لكاري توعيات يبدو كراهيات منو قل الدقوقون دل حذرت عن حمتهم افنتيت إعلام الوقت اللي مسؤولية عند أجرسا واجب قل لقناة هليت أولو للي بالسبسطة إعلام توبيام مشاكل قبائل وخلاف سياسات للأساورود آيات إبو كرايات جرائم كمتو عند الحبرو عن حمتهم
إيطاليا نشتا برا من حكومات لا تنمحابر الذي بحر المتوسط ما يطول له لاجين سبب قيمة حسار دول أوروبا كمتو أتعقبايام لما حابر الطلع أفقرايا الشرح دول أوروبا بسبت لا قد يتلاجين للتبعها لله خاط السياسات دي بحر المتوسط بزحام لاجين فنكم اللو حبرايام دول أوروبا مسألة لجوء للتبعه لله أسلوب سقايا لما حابر عمليات تفتيش ودحن إجل للتورم دحنا إلى قبل لجوء تنتم بقول صادفهم للي تلاجين إجل تأكشف قد خطوة إجل لنسا أتفاق دايم برا من حكومات لا تنمحابر حكومات أوروبا من مراقبة ومتابعة حدودا ليتحلف سياسة مننا اندحل فيام ادحنا إلى لاجين إجل فكرة ليت نزمت قبل سبتة لاجين مننا اندازميام رحمة وإنسانية إجل ودايم لسبب اللجوء قابلها الحروبات حقلان وبعد مشاكل إنسانية أقلو حلول إجل ودايا اتفاق لها الشرح قدات اللايام اتحاد أوروبا من أقدام بحور شمال أفريقيا لتبقى أمواج لاجين إجل الأكرا لتتبع سياسة إجل لحسن لتتقدم التولي كان ده زيد من تكمليتم سروم سب سلطتنا إلى اتحاد سب سلطة حكومة ليبيا مسالحين حشمت وشبكة تجار البشر شكوات تقدمت محاكم الجرائم باتحكمها لتأمر اتحاد أوروبا عذابنا إلى ليبيا للولاجين شارك هلاند تيلات أمنستي انترناشنال كل دولة تتعقب سان حتى اتحاد أوروبا أقول حكومة ليبيا وديب ليبيا للو مسلحين حشمت ملايين يورو اندي دافعام آلاف لاجين اتبحر المتوسط اندي تثبتو اسك ليبيا أقول ندابلو أقول لتعذبو لتعاونا كملا أمنستي انترناشنال اندي تتعقب سان حتى حيسام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو